يا مساء العسل ومساء الجمال على متابعين المجنة. معانا بقى النهاردة أكلة جميلة. هنعمل بقى صينية عجة حلوة كده، أكلة شعبية اقتصادية تلملنا الدنيا. يلا بقى نقول وصفتنا النهاردة. معايا بقى قرنين فلفل كده متقطعين، ومعايا بصلتين كبار انا كنت مقطعهم او تفرميهم في الكبة، ومعايا شبت وكزبرة وبقدونس مغسولين ومتقطعين، ومعايا 3 معالق كبار من الدقيق، ومعايا ملح وكزبرة وكمون وفلفل وحبة نعناع، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر، و3 معالق كبار من الدقيق، و7 بيضات او الكمية اللي انت عايزة تحطيها او هتعملي على قدها الصينية. معايا بقى على طول كده حلة على النار يكون فيها كده 3 4 معالق زيت يكونوا سخنين، وننزل على طول بايه؟ بالبصل بتاعنا. هننزل بقى بالبصل بتاعنا ونحمره كويس قوي، يعني انا عايزاه ميبقاش مصفر قوي، انا عايزاه لونه ذهبي كده غامق. هحمر بقى البصلايه واغمق كده شويه لونها، وبعد كده هنزل بايه؟ بالفلفل. حابه تحطي فلفل حار مفيش مشكله، اللي انتي عايزاه. هنشوح بقى برضو الفلفل كده مع البصلايه لحد كده ما يدبل الفلفل شويه كده وياخد لون، وبعديها على طول هننزل بالخضره بتاعتي. هشوح برضو الخضرة كمان كده مع البصل مع الفلفل، بقى الريحة كده تطلع كده والأكلة كده تفتح نفسك، وتبدأي بقى ايه؟ تشوحي كده البصل مع الفلفل لحد ما الخضار كده يخش كده يتشرب شوية من الزيت ويدبل. بعد ما بيدبل بقى الخضار مع البصله مع الفلفل، انا بسيبه بقى لحد ما يبرد. ما ينفعش ان انا اخده كده على طول وانزل بيه على البيض والكلام ده، لا لازم يهدى خالص ويبرد. ونبدأ بعد كده ايه؟ نحط بقى الخضار ده كله على الدقيق بتاعنا والبيض واللبن. اول حاجه بقى انا جبت بقى 3 معالق كبار من الدقيق. اول حاجه دولت هندوبهم طبعا خالص. هنبدا كده ننزل بحبه صغيرين كده من اللبن شويه بشويه، يعني لحد ما ندوبهم ولحد ما نشوف السمك اللي احنا عايزينه هيبقى عامل ازاي. مش عايزاه تقيل ومش عايزاه خفيف اللي هو ميه، عايزاه يكون وسط كده شويه. هقلب كده شويه بشويه لحد ما اوصل ايه، عشان ما يكلكعش مني ولا حاجه، اعرف اتحكم فيه. هنا بالظبط 3 معالق دقيق خدوا كوباية بالظبط من اللبن. 3 معالق كبار مليانين هرميين كده كبار خدوا كوباية من اللبن. بعديها بقى بنزل بالبهار بتاعي، معلقة صغيرة من الكزبرة ومعلقة من الكمون والفلفل وحبة من الملح ومعلقة كبيرة بيكنج باودر. بعديها بقى بكسر البيض بتاعي. انا هنا كنت عملت 7 بيضات، وكنت خلاص ايه؟ الخضار بتاعي بقى اللي هو البصل والفلفل والخضرة ديت كنت خلاص حطيتهم على في طبق كده وسبتهم يهدوا خالص ويبردوا. بعد كده بقى بنزل بيهم على على الخليط اللي احنا شايفينه ده. انا بوريكم هون السمك بتاعه ما بيبقاش خفيف قوي. بننزل بقى ونقلب كل ده كده مع بعضه. وبقى بعديها بسخن طبعا الفرن على درجة حرارة 200، وبسخن الصينية بتاعتي وبحط عليها شوية بس زيت صغيرين قوي، وبعفرها بشوية دقيق. تمام. وبعد كده بقى بنزل بالايه؟ بالخليط بتاعي ده كله في الصينية وادخلها الفرن. ما بتاخدش بالظبط يا بنات غير 10 دقايق ربع ساعة بالكتير قوي بتبقى بتستوي. يعني هنا ولا بولع شواية ولا اي حاجة، بتستوي منها فيها على طول في الفرن. يلا عقبال بقى ما تستوي كده نعمل شوية ايه بقى؟ البتنجان المخلل كده. نعمل شوية بتنجان مخلل حلوين كده، وبابا غنوج كده ايه جنب الاكلة دي ما بيحلاش الا بيها. معايا بقى حبة من الزعتر وكمون وربع معلقة من التوم صغيرة وملح والطحينة، وكنت شويت البتنجان وقشرته وبرد خالص. ابدأ بقى انزل بمعلقتين كبار من الطحينة واهرسهم كده جامد مع البتنجان، وانزل بالتوابل بتاعتي واقلب كل ده في بعضه. تمام كده بقى خلاص. حمرنا شوية بطاطس بقى ومستنيين بقى الصينية الحلوة بتاعتنا تطلع. يلا نشوف بقى هتبقى عاملة ازاي. هتبقى احلى صينية عجة تعمليها في حياتك. ايه رأيكم بقى؟ شايفين؟ يا سيدي يا سيدي، ايه الجمال ده! يلا بقى الف هنا وشفا. يا رب يكون الوصفة عجبتكم. ما تنسونيش بالشير واللايك والاشتراك علشان يوصل لكم كل فيديوهات. اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة، باي باي.